بشهادة الغربيين. ناشونال بوست الكندية تقول بأن الديمقراطية الوليدة في مصر تواجه خطرا كبيرا بسبب رفض العلمانيين والليبراليين الالتزام بقواعد الديمقراطية. وأضافت أن المعارضة في مصر رفضت الرضوخ لإرادة الأغلبية التي عبرت عنها صناديق الاقتراع والانتظار حتى الانتخابات. الديمقراطية عندما تأتي أنا هنا لا أدخل معها في خلط بيطة لا أصل لها، ينتقد الدولة الدينية، الدولة المدنية، الدولة البوذية، ما لا أدخل معك في هذا النقاش. أنا معك في 1+1. أنت تتكلم أمام الشعب العربي والإسلام. 1+1 يساوي 10. اسمع يا أخي الكريم، لا تقاطعني. أنت تتكلم. اسمع يا أخي، أنت تقول بأنك كنت سيد صاحب إمامة، أصبحت ليبراليا إسلاميا، يجب أن تكون يا سيد لا تدخل في قضية ازاي ناقش الفكرة. لا هو التي دخل في مسائل والله كنتم ماشيين كويس. كمل. ما يسكت همه. تفضل. أنا أستاذ جامعي ومؤرخ وأعرف الإبستمولوجيا وأعرف المناهج المعاصرة، إذا لا تتزايد علي. أولا أنا أتكلم أمام الشعب العربي والمصري وأمام العقلاء. هؤلاء أقلية ونخبة أصبحوا أمام أكثرية من الشعب والمنتخبين. لماذا يرفضون الديمقراطية؟ لماذا يرفضون ما تأتي به صناديق الاقتراع؟ الإسلاميون جن أزرق يأتون من واقع الوقواء. ما دخلك أنت؟ هؤلاء انتخبهم الشعب المصري. حلو. هؤلاء جاء بهم الشعب المصري، جاء بهم الشعب التونسي. الأمن الذي انفلت من عقاله هناك سببان أساسيان. أولا لم ينفلت من عقاله، تأتي حكاية بسيطة يقوم هؤلاء الذين يسيطرون على الإعلام وهم من الفلول ومن الشلول ومن أتباع هذه الأنظمة ومن هؤلاء الناقمين ومن الحاقدين أيديولوجيا. حمدي صلاحي موقفه من الإسلاميين هو موقف حقد أيديولوجي. عمر موسى والبراطعي موقفه من الإسلاميين هو موقف حقد نظامي سياسي. لا يريد هؤلاء بأنهم خصومه سياسيون، يريدون إصلاحا وشفافية، وهؤلاء فاسدون وقادرون. إذا نحن أمام من يكره. لماذا يقفون ضد إرادة الشعب المصري؟ لماذا يقفون إرادة الشعب التونسي؟ لماذا لم يصوت عليكم الشعب التونسي؟ لماذا لم يصوت عليكم الشعب المصري؟ لماذا اختار المصريون الإسلاميين واختار التونسيون الإسلاميين؟ وعندما تقول بأن الإسلاميين في ليبيا، ومش موضوعنا، ولكنهم وصلوا عبر الانتخابات المستقلة كمستقلين هم 3/4 المجلس. لماذا الإسلاميون وصلوا في الجزائر وتم استئصالهم؟ الإسلاميون في المغرب كانوا معتدلين. من قال بأنهم غير ديمقراطيين؟ بن كيران وجماعته ديمقراطيين منفتحين يتحالفون مع اليمين والوسط ويتحالفون مع بعض اليسار. المصري الإسلاميون في مصر انفتحوا على الشخصيات المستقلة من الأقباط ومن الإسلاميين ومن الوطنيين. الإسلاميون في تونس أعطوا الرئاسة للمرزوقي وهو علماني ديمقراطي وطني إنسان أصيل. الإسلاميون في تونس أعطوه يعني عن طريق بالشراكة وليس منا. أعطوه لرئيس مجلس التأسيس هو ديمقراطي. من هو صاحب نداء تونس في مصر في تونس الآن؟ من هم زملاؤه؟ نداء تونس الآن هو القائد السبسي، رئيسه هو يجمع فلول التجمع الذين كانوا أزلاما للمخابرات. مش كلامي، يعرفهم التوانسة فردا وجماعة جماعة. كان النظام التونسي يملك الأراضي التونسية ما فوق الأرض وما تحتها عن طريق الحزب التجمع الدستوري الذي هو الغطاء الأيديولوجي للمخابرات، وكان الناس تعد أنفاسهم. الآن أنت في ربيع ديمقراطي، في حرية. النظام المصري من الذي يحرق مصر؟ من الذي يحرق النادي الرياضي؟ من الذي يعطل القناة التي هي شريان الحياة لمصر؟ من الذي يضع العصا في دولاب التنمية في تونس؟ من الذي؟ أنتم العلمانيون. وش دليل؟ دليل سهل. لا تخبرك علماني. لا ما هو دليل؟ أنت سأتيك وسنوات. تفضل. سأقول لك مثال. من الذي يرفض الحوار؟ إذا قال لهم الحوار يقول نريد النزاهة انتخابات في مصر، يقول لهم نريد ضمانات، يقول لهم تعالوا نتحاور على الضمانات، يفرون على أعقابهم. المحكمة الدستورية من الذي عين 3/4 قضاتها؟ مبارك، والتي كانت فوق الشعب المصري وكانت فوق القضاء. من هو الزند هذا القاضي الذي خرب العالم بالكذب وإثارة القضاء؟ من الذي سيس القضاء غير العلمانيين؟ من الذي كان يمسك ملف الثقافة في عهد مبارك إلا هؤلاء الذي يقول لك هذا حراس يتكلمون بسم الله؟ من كان يتكلم باسم الحداثة؟ من كان يتكلم باسم الديمقراطية؟ من هم هؤلاء الأسلام اللي يقول لك أنا إسلامي وأنا ليبرالي وأنا قانوني وأنا مش عارف إيه؟ هم منفصمون ومصابون بما يسمى تأثير الهزة الارتدادية الربيع العربي. لقد أفقدهم الربيع العربي توازنهم. هذه هزة وثورة لم يعرفها التاريخ مثيلا ولم يقدرها إلا الغرب الذي يعرف قيمة الديمقراطية.
في مصر يا أخي وفي تونس يجري إحراق مصر وتخريب تونس. لماذا؟ لأن هؤلاء العلمانيون يحرقون مصر، يحرقون مصر ويخربون تونس. إنهم يحرقون بيوتهم بأيديهم، إنهم يتحالفون مع الفلول. أين سويرس؟ من اللي يتحالف مع سويرس؟ من اللي يتحالف مع البرادعي؟ من اللي يتحالف مع عمرو موسى؟ سأتيك بدليل أخير ومن أطرف ما يكون، وهو من أغرب الغرائب، والإنسان الذي لا يعرفه مسألة من أغرب الغرائب لا إنسان يتطورها. مستر برادعي، هذا كلام الجريدة الغربية اللي قلت لك، تقول إن تدخل الجيش، هذا كلامه، هو القرار الصحيح لتحقيق الإسراء. لو لم يكن لمرسي والإسلاميين في تونس والنهضة في وزملاء الحداثيين الحقيقيين والعلمانيين الحقيقيين وليس هؤلاء الكذابين والنمامين، لو لم يكن لهؤلاء من مزية إلا الإطاحة بهذه الأنظمة السلطوية العسكرية التي أكلت أعراف الدولة الوطنية وقتلت الشرفاء ووضعتهم على المشانق، لكفاهم ذلك مزية. إن مصر الذي يتكلم عن اقتصاد، كيف يبني الرئيس مرسي اقتصادا وهم ينزلون إلى الشوارع؟ الشباب الملثمين هل ينتمون إلى النظام المصري؟ هل الشباب الملثمون، كلمة أخيرة، الشباب الملثمون الذين ثاروا في بورسعيد هل هم من الإخوان؟ جميل جدا. هل هؤلاء الذين قتلوا شكري بن عيد من الإخوان؟ إنهم اليد الأجنبية التي تريد أن توقع بين على شكري بن عيد. نعم. خلينا نجي.